السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي، بحبكم في الله. هنعمل النهاردة فطير فلاحي على اصوله بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، وبجد مش هياخد مننا وقت، واللي يعمل فطير زينا نقول له يا عمنا. شايفين ما شاء الله على الجمال والتوريقة؟ رهيب رهيب رهيب. طريقة بسيطة جدا ومكوناته بسيطة وموجودة عندنا في كل البيوت، وحاجة بجد بجد رهيبة. هنعمل لايكات كتيرة قوي قوي علشان الفيديو بتاعنا الكل يستفاد منه، وهننزل في التعليقات هنصلي على رسولنا الكريم وهنخش على مقاديرنا. يلا بينا نسمي الله بسم الله. معايا 1.5 كيلو من الدقيق، عليهم 3 معالق من السكر، معلقة من الملح، وهنزل عليهم بمية العجن. دي مقاديرنا بتاعت الفطير، سهل جدا وبسيط. اهم حاجة ان احنا نعجنه حلو قوي ونخدمه في العجن علشان يديني المطة الحلوة قوي في الفطير بتاعنا. شايفين ما شاء الله؟ طريقة سهلة جدا جدا. اهم حاجة ان احنا نعجنه، والعجينة بتاعتنا ما تكونش ناشفة وتكون بتلزق بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. عجنتها حلوة قوي. معايا صينية هدهنها زيت زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ما نكترش الزيت وما نستخدمش زيت كتير في الفطير علشان بينشفه وبيخليه كده ناشف، وتحسوا ان هو زي المعضم كده. لكن المادة الدهنية اللي احنا بندهنها سمنة او زبدة او حاجات من دي بتخليه طري وطعمه حلو قوي. هعمل كل فطيرة بعد ما عجنته حلو قوي، مش هسيبه يرتاح. هعمل كل فطيرة 5 كور. هعملهم 5 كور، 4 كور صغيرين وكورتين 2 كبار لكل فطيرة بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. هدهنهم زيت حلو قوي، حاجة بسيطة كده علشان ما ينشفش مني، وهسيبه يرتاح حوالي ربع ساعة بس، مش هنكتر عليه. هدهن الرخامة بتاعتي مادة دهنية زيت، بس ما نكترش علشان بينشف مننا يا جماعة. دي معلومة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. انا بدهن الفطير بتاعي قشطة وزبدة وسمنة بلدي عشان يديني طعم حلو قوي. انا بحب الخليط، بيدي طعم حلو قوي للفطير. جربوا الطريقة ديت وهتعجبكم جدا جدا. هنورق بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. هنفرك كل كورة بالشكل القمر دوت. لو اتقطعت منكم ما يهمكوش، هتطلع معاكم قمر قمر في النهاية زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. هنحط اللي احنا عملناها الاولى في قلب التانية، وهنطبقها زي ظرف كده زي ما انتوا شايفينه موضح معاكم في الفيديو. الفيديو مش محتاج شرح، زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله جميل جدا. وطريقة سهلة جدا، هتعملي فطير في البيت احسن ما تشتريه. الواحدة من اللي انا عاملاها ديت هتعدي 170 جنيه. طريقتها سهلة جدا جدا وبسيطة، وبجد بجد طعمه يجنن، وطعم السكر ظاهر فيه مسكر وطعمه حلو قوي. هنعمل كده، هنفضل نعمل كده لغاية اما نخلصها زي ما انتوا شايفين كده. دي رابع واحدة والخمسة الكبيرة اللي هتلملي العجينة كلها بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين ما شاء الله العجينة فيها مطة حلوة قوي للفطير زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اطبقها كده بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت لغاية اما نخلص. هنعمل الكبيرة، دي اكبر واحدة اللي هتلملي الفطيرة كلها. شايفين ما شاء الله جميلة جدا، استك بتمط معايا حلوة قوي قوي قوي. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ونعمل الافضل والاحسن لاولادنا يا رب. هتضمني نظافتها وهتضمني كل حاجة حلوة انت بتعمليها ببيتك لاولادك احسن من اللي هتشتريها من بره مليون مرة. ما انتش عارفة هما بيحطوا عليها ايه او بيضيفوا لها ايه. دي حاجة نظيفة بجد. شايفين ما شاء الله سهلة جدا وبسيطة. دي اول واحدة بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت خلصت. احطها جنبي على الصينية على ما نعمل التانية مع بعض. شايفين ما شاء الله؟ اللي ما خدش باله في الاولى هياخد باله في التانية. الفيديو شارح نفسه يا جماعة، خطواته خطوة بخطوة بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. لو ما عملتيش لايك لحد دلوقتي يا ريت تعملي لايك وتنزلي في التعليقات نصلي على رسولنا الكريم عشان كل حاجة احنا بنعملها تزيد بركة من كترة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. شايفين ما شاء الله؟ دي تاني واحدة. قومي كده وتشجعي كده وتنشطي، قومي اعمليه النهارده الجمعة. تعملي فطير مشلتت طريقته حلوة قوي. كل سنة وانتوا طيبين. شايفين ما شاء الله جميل جدا.
ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. دي تالت واحدة، لسه الرابعة ولسه الاخيرة اللي هتلم العجين. شايفين ما شاء الله بتمط استك حلوة قوي قوي. العجينة يا جماعة لازم تكون بتلزق طرية حلوة كده علشان تقدري تستخدميها حلو وتديك النتيجة اللي انت عايزاها. هنعمل اخر واحدة اللي هي الكبيرة اللي هتلملي العجين بتاعي. شايفين ما شاء الله جميلة جدا. شايفين ما شاء الله العجينة حلوة قوي قوي. قومي يلا شجعي كده واعملي فطير لاولادك، فرحيهم، طعمه بيبقى حلو قوي وخطير بجد. هنحطها في النص وهنطبق عليها بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. هنسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق عشان لما نيجي نفردها تتفرد معانا بكل سهولة وما نضغطش عليها، ان هي ايه الفقاعات الهواء اللي فيها ديت هتديها هشاشة في قلب الفرن وهتخليها منفوخة كده وهشة زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو. شايفين ما شاء الله. اهم حاجة ان احنا ما نضغطهاش قوي واحنا بالراحة خالص هتتفرد معانا وبكل سهولة. شايفين ما شاء الله على الجمال، منفوخة معايا ازاي وحلوة قوي. شايفين ما شاء الله جميلة جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ونعمل الافضل والاحسن. مورقة جدا، هي سخنة لسه طالعة من الفرن. شايفين ما شاء الله على الطبقات، جلاش حلوة قوي قوي. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. ما تنسوناش باللايكات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.